ملخص الجولة 25 نخش على طول. يعني هيلاس فيرونا يوفنتوس 2-2 مش هنتكلم فيها طبعا، اتكلمنا وكان هدف لورونشو اللي جه فينا يمكن كان ممكن يكون هو هدف الجولة، إلى أن جاء هدف هويسن. وهنتكلم في ماتش روما يمكن خلاص اتحجز لهويسن، ولكن كان هدف جميل لفلورونشو. ولكن 2-2 فيرونا مع يوفنتوس. تورينو ليتشي يفوز تورينو 2-0 على ليتشي، وفوز سهل لتورينو، أهداف جميلة في الماتش. نيجي بعد كده كان في ماتش الانتر مع سالرنيتانا. الانتر مكمل في طريقه، يعني مفيش اي فايدة. الانتر رايح ياخد الدوري بسهولة ويسر وسلاسة واخد راحته. يعني فوز سهل، ولو تارو كان ليه هدف جميل ايضا، يعني كان هدف حلو. ولكن هويسن خلاص حجز التيكت يعني. نابولي جنوا تعادل اخر لنابولي 1-1 مع جنوا على ارضه، وتعادل مهم لجنوا. وفي هدف جميل لفريندروب يعني من جنوا، ولكن تعادل ويستمر نابولي في مسلسل الضياع اللي هو ماشي فيه. اتلانتا 3-0 على ساسولو يفوز، وفوز مريح. واتلانتا يعني خطر وماشي يعني بتأودا هو وبولونيا الاثنين دول، يعني مقلقنا شويه بالنسبه لمقاعد الشامبيونز. يعني ماشيين كده بالراحه وبخطوات ثابته. وكان في ضربه جزاء تصدي مزدوج لكارنيساك، يعني ده من الحاجات اللي تذكر في الماتش ده. لاتسيو بولونيا. بولونيا برضو زي ما احنا اتكلمنا على اتلانتا، بولونيا عامل ماتش جيد. وبعد فوزه على فيورنتينا، الفوز المؤجل من الاسبوع 21، فازوا على فيورنتينا، يفوزوا على لاتسيو ايضا. يعني ماشيين رجعوا تاني شدوا حيلهم تاني بعد ما كانوا في كبوة صغيرة في النص كده. رجعوا تاني شدوا حيلهم ومكملين موسم تاريخي مع تياجو موتا، وفوز مهم جدا على لاتسيو بره أرضهم. يعني بروفيدال طبعا خطأ فادح، وبعدين هدف جميل ملعوب من زيركزي لزيركزي. وطبعا في ناس كتير طايره بزيركزي، هو لعيب جامد وكل حاجه، بس يعني مديني احساس شويه بقى موري. هنشوف هيمشي في انهي سكه. ولكن حتى الان هو عامل موسم جيد جدا، وبولونيا عامه عامل موسم هايل وتاريخي، وفوز مهم على لاتسيو بره ارضهم 2-1 لبولونيا. نيجي بعد كده في ماتشين تعادل، امبولي وفيورنتينا 1-1 تعادل. واضح ان يعني كان عادل الى حد كبير، ويعني كالعاده متوقع من فيورنتينا بعد ما فازوا. يعني طبعا خسروا من بولونيا، وبعد كده دلوقتي اتعادلوا مع امبولي. واودينيزي كالياري برضو بعد ما اودينيزي فاز علينا يتعادل مع كالياري، بالرغم من ان هو ضيع فرص كتير. بعد كده ماتش فروزينوني روما 3-0 روما. ودي روسي واضح انه رجع تاني بالسكه تاني بعد ما اتكعبل مع الانتر. ولكن يعني دي روسي لسه بدري الحكم عليه، مش عايزين ننفخ في الراجل، ولكن عامل نتائج هايله. هنشوف الموضوع هيستمر ولا دي فرحه البدايات. وواضح الجرينتا والحماسه بتاعته شديده. يعني شفنا وهو متقدم 2-0 وعنده، يعني هو دي روسي من ايام ما كان لاعب وهو الجرينتا والحماسه عنده عاليه. فهنشوف ايه اللي هيحصل. ففوز مريح جدا. وطبعا هدف الجوله لهويسن الهدف الاول، يعني زاد ورقص وحطها ببطن رجل، يعني ولا اجدع مهاجم. هدف الجوله بلا منازع. ودي فقره هدف الجوله مش هنضيع فيها وقت لان هي محجوزه لهويسن. 3-0 روما فروزينوني. ونيجي في الماتش ختام الجوله 4-2 مونزا على ميلان. طبعا شكرا لمونزا ان احنا كان المركز الثاني هيروح مننا، لكن ماتش كله حماس وكله اثاره. 2-0 لمونزا في الاول، وبعدين يحصل طرد للميلان، وبعد الطرد يتعادل الميلان 2-2. وانا مش عارف كمان بصراحه بيولي كان مريح ليه لياو وجيرو. يعني كان يعني ما اعرفش عمل تيرن اوفر كان هيدفع الثمن غالي، وهو بعد كده دفع الثمن غالي لان هو سبحان الله بعد ما تعادلوا 2-2 برضه في اللحظات الأخيرة يفوز مونزا 4-2، يجيبوا هدفين. فكان ماتش متقلب وغريب بشكل يعني عجيب. ولكن في النهاية مونزا يتمكن من الفوز 4-2 على الميلان. فوز مهم جدا لمونزا ولينا احنا كمان كيوفنتوس. فبصراحة ربنا يعني لازم نقول لهم شكرا، لأن كان الميلان واضح إن الميلان واليوفنتوس يعتبروا في النزول، وعندنا بولونيا وأتلانتا ماشيين في الصعود، وحتى روما ممكن يلحق في الركب ده. فربنا يستر. هنشوف صراع الشامبيونز ايه. فهنخش على طول على الترتيب. نبص على الترتيب. طبعا الانتر ب 63 نقطه ب 24 ماتش لسه عنده المؤجله. يجي بعديه اليوفنتوس ب 54 نقطه في المركز الثاني بعد التعادل مع هيلاس فيرونا. ميلان مركز ثالث ب 52 نقطة. اتلانتا رابع ب 45 نقطة، وبولونيا بنفس عدد النقاط في المركز الخامس. يجي بعديها روما
ب41 نقطة في المركز السادس، فيورنتينا 38 نقطة سابع، لاتسيو تامن 37 نقطة، نابولي تاسع 36 نقطة، تورينو عاشر برضه ب 36 نقطة، مونزا 11 ب 33 نقطة، جنوا 12 ب 30 نقطة، ليتشي 24 نقطة في المركز ال 13، اودينيزي في المركز ال 14 23 نقطة، فروزينوني مركز 15 ب 23 نقطة، وامبولي مركز 16 ب 22 نقطة، ساسولو مركز 17 ب 20 نقطة، وهيلاس فيرونا مركز يعني 18 ب 20 نقطة. هيلاس فيرونا يعني هنقول ايه غير يعني احنا فاتحينها سبيل يعني. كاليري في المركز 19 ب 19 نقطة، وسالرنيتانا في المركز الأخير ب 13 نقطة. طبعا هيكون في بعض المؤجلات برضو اللي هتتلعب من الجولة 21، ولكن هنخش على الجولة 26 على طول نشوف. عندنا يوم الجمعة هيكون في بولونيا مع هيلاس فيرونا، ماتش مفروض على الورق يكون سهل لبولونيا، ولكن هنشوف هيفضلوا مكملين في النتائج الحسنة ولا هيتعثروا. السبت عندنا 3 ماتشات، ساسولو وامبولي، الماتش هيكون متكافئ الى حد ما، وممكن امبولي يضايق ساسولو. سالرنيتانا مونزا، المفروض ان هو ماتش يكون لمونزا، ولكن هو على ارض سالرنيتانا، ممكن سالرنيتانا يكون ليهم راي تاني. جانوا اودينيزي برضو ماتش مفروض يكون لجانوا، ولكن اودينيزي ساعات بيعمل بعض النتائج. نيجي يوم الاحد هيكون عندنا 4 ماتشات، اليوفنتوس مع فروزينوني، وربنا يستر، فروزينوني هو لسه ملزوق 3، ممكن اليوفنتوس في الزحلقه بتاعتنا دي ايه اللي هيحصل ربنا يستر. ده هيكون الظهريه، وبعدين عندنا كالياري نابولي، ماتش اعتقد مفروض يكون لنابولي، ولكن هو يمر بفتره سيئه وعلى ارض كالياري، كالياري بيعمل نتائج جيده على ارضه. ليتشي انتر، طبعا الانتر يعني خلاص هو رايح ياخد الدوري، يعني هو الانتر رايح ياخد الدوري، فمش عايزين نوجع قلبنا، فيعني هي في الغالب هيفوز على ليتشي، واحنا بنحاول نقر ومش نافع، فهنشوف القر هينفع الجوله دي ولا لا. بعد كده الميلان اتلانتا، ده ماتش هيكون مهم جدا جدا جدا، لان يعني منافسين مباشرين على المقاعد الاوروبيه حاليا، وميلان يعني بعد خساره مونزا، واتلانتا منتشي بالفوز، فهنشوف ايه اللي هيحصل. ماتش مهم. يوم الاثنين هيبقى فيه ماتشين، روما تورينو، المفروض يعني يكون ماتش سهل شويه لروما، ولكن تورينو يعني ليس بالصيد السهل اللي يمضي، وفيورنتينا لاتسيو، الجريحين مش عارفين ايه اللي هيحصل في الماتش ده، ممكن يبقى تعادل ولا ايه اللي هيحصل، وهنشوف. زي ما قلت طبعا هدف الجولة يعني ما فيهاش كلام، هو هدف هويسن، وطبعا نشكر منظر ان الحمد لله ان احنا لسه في المركز الثاني، وهنشوف ايه اللي هيحصل الجولات القادمة، وربنا يستر على اليوفنتوس. قبل ما امشي بقول لكم حاجتين، اول حاجة ان دي مش قناة بس عن الكالتشو او عن اليوفنتوس او عن الكورة، لا فيها كلام عن الطب، وخصوصا طب العيون بشكل مبسط، وحاجات كتير كلام عام كله في القوائم. بصوا على القوائم، يا رب تكون قناة ممتعة ومفيدة للجميع، ولو لقيتوها تستحق الاشتراك ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش تدعوا لأهلنا في فلسطين وفي السودان وفي سوريا وكل المستضعفين في كل مكان، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يدينا العمر والصحة، نشوف بعض على خير، سواء حلقة جاية أو لايف جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.